هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 31 من مايو. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل نستهل برنامجنا معكم بنشرتنا للأخبار، ثم يقدم لكم الزميل عبد السلام السمرة قراءة لمقال الدبلوماسي السابق الأستاذ علي محمد صالح حول ذكريات رمضان في مدينة كرن. وفي الجزء الثاني نقدم لكم نبذة مختصرة عن الفيلسوف العربي الراحل طيب تيزيني، والذي رحل عن دنيانا في الأسبوع الماضي في مدينة حمص السورية. المستمعين والمستمعات الأفاضل، في البداية أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. الخارجية الأمريكية تزيل اسم إريتريا من قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة الإرهاب. إضراب ناجح في السودان للضغط على المجلس العسكري. الولايات المتحدة الأمريكية تبدي استعدادها للتفاوض مع إيران بشروط. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة إرنا. أفادت الأسوشياتد بريس بأن الولايات المتحدة الأمريكية قررت إزالة اسم دولة إريتريا من قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة الإرهاب، وهي القائمة التي تجدد سنويا، ومن المزمع إصدارها في خلال هذا الأسبوع. وكانت إريتريا في هذه القائمة إلى جوار كل من كوريا الشمالية وسوريا وفنزويلا. وجاء القرار الأمريكي بخصوص إريتريا بعد توقيعها لاتفاق سلام مع إثيوبيا وجيبوتي العام الماضي. شهدت الخرطوم بشكل خاص يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين إضرابا شاملا شل جميع مرافق الدولة، حيث شهد تعطلا جزئيا لمطار الخرطوم وبنك السودان والمصارف الأخرى والمؤسسات الحكومية المختلفة. وجاء الإضراب في عقاب النداء الذي وجهه تجمع قوى الحرية والتغيير للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية واستئناف المفاوضات المعلقة بين الطرفين بهذا الخصوص. وتعطلت الصحف السودانية من الصدور يوم الأربعاء الماضي بسبب إضراب عمال المطابع. من ناحية أخرى، تراجع حزب الأمة من القول بأن الإضراب خطوة غير موفقة، حيث غير الحزب رأيه بعد نجاح الإضراب، وقال بأن توقيت الإضراب غير مناسب فقط. ومن المتوقع أن يؤدي التصعيد من المعتصمين وتصلب الجيش في تكوين المجلس العسكري إلى تصعيد الوضع خلال الأيام القليلة المقبلة. قالت الخارجية الأمريكية أنها مستعدة للتفاوض مع إيران إذا أخذت شروط 12 على محمل الجد. وأضاف متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستبقي على حملة الضغط القصوى على طهران. وعقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، أعلنت استراتيجية تفاوض من 12 شرطا، وهي وقف محاولات تطوير السلاح النووي، والسماح لمفتشي الوكالة الدولية بدخول كل المواقع النووية، ووقف إنتاج أي صواريخ قادرة على حمل الرؤوس النووية، والكشف عن جهود سابقة لبناء سلاح نووي، ووقف دعم الإرهاب خاصة حركتي حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي. وتضمنت الشروط الأمريكية كذلك وقف دعم الميليشيات الشيعية في المنطقة والحوثيين، وسحب القوات الإيرانية من سوريا، ووقف دعم طالبان وجماعات أخرى في أفغانستان، ووقف استضافة قيادات القاعدة، ووقف تهديد دول جوارها، والإفراج عن كافة المعتقلين الأمريكيين في إيران، إضافة إلى وقف عمليات القرصنة الإلكترونية. المستمعين والمستمعات الأفاضل، بهذا الخبر من واشنطن نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا. الخارجية الأمريكية تزيل اسم إريتريا من قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة الإرهاب. إضراب ناجح في السودان للضغط على المجلس العسكري الانتقالي. الولايات المتحدة تبدي استعدادها للتفاوض مع إيران بشروط.
استمعتم فيما مضى مستمعي ومستمعاتي الأفاضل إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أتمنى لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. مستمعي إذاعة إرينا في باريس، أهلا ومرحبا بكم في نافذتنا الثقافية لهذا اليوم، ونطالع معا الآن هذا المقال للمناضل علي محمد صالح شوم الدبلوماسي الأريتري السابق، حيث نشر بموقع سمادت.com بعنوان من ذكريات شهر رمضان الكريم في مدينة كرن. فأهلا بكم، حيث يقول فيه: إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. في البدء أتقدم بأعطر التهاني والتبريكات لك شعبنا الأريتري في مال جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا جميعا بالخير. ووددت في هذا المقال الصغير أن أستذكر ما جادت به الذاكرة عن استقبال شهر رمضان في مدينة كرن. كما هو معلوم، فإن الجميع في ترقبه لقدوم الشهر الفضيل يبدأ استقبال الشهر بإنارة منارة المسجد الكبير، لأن وسائل التواصل لم تكن موجودة في ذلك الزمان، بالإضافة إلى وسيلة المسحرات سالم، والذي يبدأ بدق الطبل فور إعلان ثبوت رؤية الشهر الفضيل، معلنا للجميع قدوم رمضان، متجولا في مختلف أحياء المدينة، ويتحلق حوله الصبية الصغار مرددين ما يقول: مرحبا مرحبا يا رمضان. ويتكرر تجواله في ساعة السحر خلال أيام الشهر مرددا: سحورك يا صايم، الله وكيلك يا صايم. هذه إذاعة إرينا. من الظواهر المألوفة في رمضان وجود الباعة على ضفتي الشارع العام بوسط السوق، يعرضون بضائعهم مثل التمر، الذرة، الفواكه والخضروات بأنواعها. من معالم المدينة في ذلك الوقت العم دافر، الذي اشتهر بصناعة السمبوسة، اللقيمات وحلويات أخرى، وهو الذي كان يتقن تلك الصنعة في زماننا ذاك. ولشهر رمضان نكهة خاصة، حيث التوادد والتراحم بين أفراد المجتمع، فنجد الزيارات المتبادلة بين أفراد الأسر، وبعد صلاة التراويح تعج مقاهي المدينة بالزبائن، فنجد من يأتي لتجاذب أطراف الحديث مع الأصدقاء على فنجان الشاي، والبعض الآخر يلعب الورق للتسلية طبعا، ويستمر ذلك حتى مواعيد السحر. وأذكر هنا بعض أسماء المقاهي التي كان يرتادها الناس في رمضان، مثل مقهى إدريس كولومبو، باتري، بخيت وعبد العليم وآخرين لم تحضرني أسماءهم الآن. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. من الملفت في رمضان ازدحام المساجد بالمصلين في كل الأوقات، حتى أولئك المهملين في الأوقات العادية نجدهم يتسابقون في الصفوف الأمامية أوقات الصلاة. إنه الإحساس العميق بعظمة الشهر الفضيل وهيبته الإيمانية. كما ترى تسابق الناس في الاستعداد لعيد الفطر، ويظهر ذلك في ازدحام الأسواق ليلا بالمشترين، خاصة الملابس وازدحام الخياطين، لأن الملابس الجاهزة كانت غير متوفرة في ذلك الوقت، وحتى المتوفر منها باهظ التكاليف، فالكل يسعى من أجل أن يشتري ملابس جديدة في العيد، وخاصة الأطفال. صلاة العيد في الميدان العام، أي ملعب الكرة، فيحتشد الناس متقاطرين منذ الصباح الباكر إلى ساحة الميدان لأداء الصلاة. يسبق الصلاة التكبير والتهليل إلى موعد الإقامة، حيث ينادي الإمام في الناس صلاة جامعة، وباختتام خطبة الإمام تنتهي مراسم صلاة العيد، ليتصافح المصلون مهنئين بعضهم بعضا بحلول العيد السعيد، ولتنتقل مراسم العيد إلى البيوت والأحياء، حيث يقوم الجميع بزيارة الجميع، خاصة الجيران والأقارب. أما الأطفال فهذا يوم خاص بالنسبة لهم، حيث تجوال في الأحياء وبيوت الجيران الذين يستقبلونهم بكل فرح وسرور، ويقدمون لهم التمر والحلوى والفول السوداني، كما يتقبل الأطفال الهدايا النقدية من الآباء والأقارب. ومن العادات التي كانت راسخة في المجتمع أن تبدأ الزيارات بالبيت الكبير، أي منزل الأسرة كالوالد والوالدة أو الأخ الكبير، والذي يعتبر في مقام الوالد. أما المسحرات يقوم بالتجوال في الأحياء، يدق الطبل معلنا نهاية الصيام وقدوم العيد، ويتلقى الهدايا العينية والمادية من الناس. كل عام وأنتم بألف خير،
وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا من المقبولين إن شاء الله تعالى، آملين أن يكون العيد القادم في أرض الوطن الغالي. هذه إذاعة إرنا. مستمعي إذاعة إرنا في باريس، قدمنا لحضراتكم في نافذتنا الثقافية لهذا اليوم هذا المقال للمناضل علي محمد صالح شوم الدبلوماسي الأريتري السابق بعنوان من ذكريات شهر رمضان الكريم في مدينة كرن، ونشر بموقع سمادات.com. حتى جديد الملتقى، تحية طيبة ودمتم دائما بخير. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات والمستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا في الجزء الثاني من برنامجكم الأسبوعي نافذة ثقافية. غيب الموت في الأسبوع الماضي المفكر السوري الكبير والفيلسوف الطيب تيزيني، وفيما يلي نقدم لكم نبذة مختصرة عن حياته نقلا عن جريدة المدن الإلكترونية. هذه إذاعة إرنا. توفي المفكر السوري الطيب تيزيني في مسقط رأسه حمص بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 85. نعى عدد من المثقفين السوريين تيزيني، والذي يوصف بأنه أحد كبار المثقفين والمفكرين العرب في العصر الحديث، وكان إلى جانب صادق جلال العظم وأحمد برقاوي ويوسف سلامة من أساتذة قسم الفلسفة في جامعة دمشق. وفي سنواته الأخيرة كان تيزيني منكبا على كتابة سيرته الذاتية بمساعدة ابنته الباحثة الاجتماعية منار تيزيني، التي أشرفت على مراسلات الأب مع مؤتمرات ولقاءات وندوات دولية لم ينقطع عنها صاحب كتاب من يهو إلى الله. واتخذ التيزيني موقفا مناهضا لنظام الأسد، وكان يعتبر حركة داعش صنيعة الغرب، ويعتبر أن البلاد العربية ومنذ عام 2003 عام سقوط بغداد تعيش حالة من تصدع البناء، وفي أثناء ذلك تجري استعادة كل ما أصبح خارج التاريخ. منذ تلك اللحظة يكشف تيزيني بأنه وعى أنه لم يعد هناك غد في هذا السياق. هنا يؤكد بأن هذا لا يعني تشاؤما، بل هو دعوة للبناء من الصفر. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وحول الوضع الحالي، اعتبر تيزيني الواقع العربي محكوما بما يسميه بقانون الاستبداد الرباعي، المتكون من عناصر الاستبداد بالثروة والاستبداد بالإعلام والحزب المهيمن والاستئثار بالسلطة، وهي نقطة يفصلها حيث يرى أن قوامها هو الدولة الأمنية التي تسعى إلى أن تفسد ما لم يفسد بعد، ليصبح الجميع مدانين تحت الطلب، وعملية الإفساد هذه هي السبيل نحو حماية المفسد، وبالتالي فإن الوقوف عن الإفساد يسقط كل هذه المنظومة. وكان كثير من مؤلفات تيزيني عبارة عن مشاريع فكرية لا تقف عند كتاب واحد، بل تصدر في سلسلة ضمن المحور ذاته. ولد التيزيني، التسمية المتداولة للطيب تيزيني، في سوريا في مدينة حمص عام 1934، وحصل على درجة الدكتوراه من ألمانيا عام 1967 عن أطروحة تحت عنوان تمهيد في الفلسفة العربية الوسيطة، ثم حصل على الدكتوراه في العلوم الفلسفية عام 1973. نشر عام 1971 كتابه الأول باللغة العربية، مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط. ومن أبرز مؤلفات الطيب تيزيني كتاب الفكر العربي في بواكيره وآفاقه الأولى، ومقدمات أولية في الإسلام المحمدي الباكر، ويتكون من 6 أجزاء. من التراث إلى الثورة، حول نظرية مقترحة في التراث العربي عام 1976. مشروع رؤية جديدة للفكر العربي منذ بداياته حتى مرحلته المعاصرة، يتكون الكتاب من 12 جزءا بدأه عام 1982. الفكر العربي في بواكيره وآفاقه الأولى، مشروع رؤية جديدة للفكر. من يهو إلى الله، مشروع رؤية جديدة للفكر العربي عام 1985. دراسات
في الفكر الفلسفي في الشرق القديم عام 1988، فصول في الفكر السياسي العربي 1989، من الاستشراق الغربي إلى الاستغراب المغربي، بحث في القراءة الجابرية للفكر العربي في آفاقها التاريخية 1996، من ثلاثية الفساد إلى قضايا المجتمع المدني 2001، ومن اللاهوت إلى الفلسفة العربية الوسيطة عام 2005. الجدير بالذكر بأن الطيب تيزيني يعد من أهم 100 مفكر عالمي على مستوى العالم. رحم الله المفكر الكبير الطيب تيزيني، وألهم آله وذويه والمثقفين في جميع العالم الصبر وحسن العزاء. هذه إذاعة إرنا. استمعتم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل في الجزء الثاني من برنامج نافذة ثقافية لهذا اليوم إلى النبذة المختصرة التي قدمناها لكم حول المفكر السوري الراحل الطيب تيزيني، صاحب قانون الاستبداد الرباعي، والذي رحل عن عالمنا في مدينة حمص السورية في الأسبوع الماضي. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وقبل ختام فقرات برنامجنا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. الخارجية الأمريكية تزيل اسم إريتريا من قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة الإرهاب. أفادت الأسوشياتد بريس بأن الولايات المتحدة قررت إزالة اسم دولة إريتريا من قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة الإرهاب، وهي القائمة التي تجدد سنويا ومن المتوقع إصدارها في هذا الأسبوع. إضراب ناجح في السودان للضغط على المجلس العسكري. شهدت الخرطوم بشكل خاص يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين إضرابا شاملا شل جميع مرافق الدولة، حيث شهدت تعطل جزئي لمطار الخرطوم وبنك السودان والمصارف الأخرى والمؤسسات الحكومية. وجاء الإضراب في عقاب النداء الذي وجهه تجمع قوى الحرية والتغيير للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية واستئناف المفاوضات المعلقة بين الطرفين. الولايات المتحدة تبدي استعدادها للتفاوض مع إيران بشروط. قالت وزارة الخارجية الأمريكية أنها مستعدة للتفاوض مع إيران إذا أخذت بشروط 12 شرطا على محمل الجد. وأضاف متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستبقي على حملة الضغط القصوى على طهران. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كان هذا موجز لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه إذاعة إرنا. وفي الختام، لا يفوتني إلا أن أذكركم دوما بأنكم يمكنكم دوما الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicerena@gmail.com. وحتى نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج النافذة ثقافية والبرامج الأخرى لإذاعة إرنا، لكم من زميلي عبد السلام السمرة، ومني محدثكم فتح عثمان، أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرنا.